السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل شاورما بطريقة جميلة وإن شاء الله تعجبكم، ولازم تطلع معانا بالمنظر الجميل ده. ويلا بينا نشوف الخطوات، نصلي على النبي ونتوكل على الله. عندنا نص كيلو بانيه متقطع، وفلفل رومي ألوان، وبصل، وعلبة زبادي، وعندنا برضو خلطة الشاورما. عندنا هنا نيجي على اول حاجة على الفراخ بتاعتنا، نحط عليها التوابل بتاعتنا: فلفل اسود، وكمون، وكزبرة، وبابريكا، وبهارات مشكلة، وتوم باودر، وبصل باودر، وملح. ونقلب المكونات دي كلها في بعض، نديها تقليبة كده مظبوطة مع بعض. اي نوع بهارات عندنا هينفع معانا عشان الفراخ بتحب البهارات عادي. هنقلبها في بعض كويس زي ما انتوا شايفين كده. قلبناها وننزل عندنا في البولة الفاضية بعلبة زبادي وعليها خلطة الشاورما. خلطة الشاورما دي بتجاب من عند العطار او من اي سوبر ماركت. هنقلب المكونات دي كده في بعض زي ما انتوا شايفين، ونخلط بيها الفراخ ونقلبها كويس، وندخلها التلاجة لمدة نص ساعة عشان تتبل كويس. بعد ما تطلع هنجيب طاسة، بس الزيت يبقى سخن جامد. ننزل بالفراخ بتاعتنا، نديها تشويحة لحد ما لونها يتغير تمام. هنديها تقلبتين مظبوطين في الاول، وبعد كده نهدى ما نقلبهاش غير لما تحمر عشان ما تتهريش مننا. هتشوفوا منظرها بعد التقليب. بص، ده منظر الفراخ. لازم يبقى عامل كده، مينفعش انزل بالبصل وهو لسه ما اتحمرش. زي ما انتوا شايفين كده واضح قدامكم اتحمرت تمام. ننزل على طول بالبصل. نزلنا هنا عندنا بالبصل، نديله تقليبة، نقلب. مفيش اي بهارات ولا اي حاجة هتتزود، تمام، كل حاجة تمام. اول ما البصل يبتدي يدبل عندنا ننزل بالفلفل الالوان بتاعنا ونقلب. ودي طريقة سهلة جدا وبسيطة وممكن اي حد يقدر يعملها. عندنا زي ما انتم شايفين المنظر كده خلاص بدأت استوت. والطبق بتاعنا اهو شاورما، يعني بطريقة سهلة وبسيطة وممكن اي حد يقدر يعملها. ياريت تدعمونا بلايك واشتراك للقناة. وهنا عندنا استخدمنا عيش تورتيلا، او تستخدم اي نوع عيش. في نفس الطاسة اللي عملت فيها الشاورما بتدي العيش تحميصة كده زي ما انتم شايفين. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.